شيء ومنعرض سيناريو كتير حلو عمل ناطرتي إن كان بالدراما أو بالسينما. محمد رمضان بتشتغلي؟ ياسمين صبري واللي اتسألت عن محمد رمضان وهل ترضي تشاركي محمد رمضان في عمل فني تاني بعد الخلاف اللي حصل ما بينكم؟ ما يدخل بينكم شيطان أبدا ويحفظكم البعض ويحفظنا كلنا البعض. انتوا في الهرم؟ ايوه نعم بالهرم. محمد كان متضايق اصلا من ياسمين عشان قبلها كانت في مؤتمر صحفي واتكلمت عن فيلم الديزل واللي شاركت فيه مع محمد رمضان، وقالت ان الفيلم كان غير موفق وما نجحش، ومجموعه اصدقاء مشتركين ما بين الطرفين لحد بقى ما ظهر محمد رمضان في الموضوع. تدخل محمد رمضان في حل أزمة وخلاف ريهام سعيد ودكتور التجميل نادر صعب وظهور جميع الأطراف مع بعض. فخلينا نشوف إيه اللي حصل. اللي حصل إن من ساعات قليلة الناس تفاجئوا بنشر ريهام سعيد بوست على صفحتها، واللي كتبت وقالت: في هذه الأيام المفترجة تم الصلح بيني وبين الدكتور نادر صعب، راحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون. فمن هنا بقى الناس بدأوا يقولوا طب ازاي بعد كل الصراعات والخلافات والدعاوي القضائية اللي كانت ما بينهم سواء في مصر أو في لبنان، وده لأن الدعاوي القضائية اللي ما بين الطرفين ما كانتش بس في مصر، دي كمان كانت في لبنان، وآخرهم أما ريهام راحت لبنان عشان تحضر جلسة وتم حجزها هناك من وهي لسه في المطار، حتى ما عرفتش تروح تحضر الجلسة. يوم الأربعاء 26 فبراير كان عندي جلسة في قضية رفعها عليا الدكتور نادر صعب بالاحتيال، إن عملت عملية عنده دفعت له 10,000 دولار ولسه ليه 15,000 دولار. فالحقيقة أنا يعني كنت مهتمة بهذه القضية بس لاحترامي للقانون. خدت طيارة الساعة 8 الصبح قبل الجلسة بيوم، عملت إجراءات بتاعت الفيزا اللي بتتعمل، وقفت قدام موظف محترم بتاع الأمن العام، لقيته بيقول لي اتفضلي ادخلي المكتب. ايه يا فندم اللي حصل؟ في مشكلة. ايه المشكلة؟ قعدت ربع ساعة او تلت ساعة، ربع ساعة بالظبط، مش عارفة ايه المشكلة. كتبت بسرعة بوست لاني حسيت ان في قلق، خصوصا ان في ناس كتير قوي قبلها بيوم قالت لي بدل القضية بتاعت الدكتور تحولت جنايات ما تروحيش، لان اتحالت طبعا قضية الدكتور نادر صعب للمحاكمة في اكتر من تهمة. الحقيقة فجأة لقيتهم بياخدوا مني التليفون وبعدين ركبوني عربية البوكس هي فيها قفص دي. انا قلت في قضيه اتعملت وانا ما اعرفش وعليا حكم. قال لي لا ما عليكيش حكم. طب امال حضرتك انا يعني هتوديني في البوكس العربيه القفص ده ليه؟ دي اهانه. قال لي معلش دي التعليمات. والراجل الحقيقه كان في منتهى الذوق. والخلافات كانت وصلت لذروتها وكان في تبادل اتهامات ما بين الاتنين. فمن بعد كل ده بقى الناس قالوا يبقى ريهام قبلت التعويض المادي، وان بالتأكيد الدكتور نادر صعب عرض عليها مبلغ مالي كبير مقابل الصلح. فمن هنا بقى ريهام ظهرت في فيديو وحكت ازاي تم الصلح، وده لما نفت اي اخبار عن تناولها او قبولها اي تعويضات مادية، وقالت ان صديقتها المقربة اتعرفت على زوج الدكتور نادر بالصدفة، وان الطرفين حاولوا يقربوا وجهات النظر. الحكاية ابتدت ازاي بس عشان ايه ما يبقاش فيه اشاعات وكلام سخيف. لازم اقول بجد الحته دي عشان في كلام سخيف كتير بيتقال في الكومنت. لو كان في تعويضات او حاجات كده كانت حصلت من سنتين، كان عايز يدفع او عايز يستقبل كان حصل من سنتين. دانيا صاحبتي بقى لها 25 سنه وصاحبتي في لبنان، هي اللي اتعرفت على انابال بصدفه شديده، قرروا ان هم يصلحوا الخلاف ده ونجحوا. ذاتس عشان بس يبقى واضحه الحكايه. والحقيقة ان ده ما كانش المقطع الوحيد اللي وضحوا فيه اللي حصل، فظهروا في مقطع تاني وقالوا ان برضو في اصدقاء مشتركين ما بين الطرفين من الامارات وقفوا برضو في الصلح ده، وريهام اعلنت انها تنازلت عن اي دعاوي قضائية، ونفس الكلام ده برضو صرح بيه دكتور نادر، واللي الاتنين اعلنوا التصالح. جمعوا الحبايب على الإعلامية الحلوة هذه اللي صارت اليوم احلى بالصلح. وتصالحوا بقلوب طيبة، وتصالحوا في دولة المحبة في أم الدنيا برعاية دولة الإمارات اللي بيمثلها عبيد. شو رأيك بعبيد؟ من غير استاذ عبيد بجد او رجيل. الحمد لله عملنا الصلح انترناشونال، عملناها في مصر، عملناها عن طريق دكتور نادر في لبنان. كان همي يعيش بسلام وخاصة ريهام. أنا تنازلت عن كل شيء. وريهام شو؟ نزلت عن كل حاجه بقلوب صافية. اخترنا التسامح والسلام والعيشه براحه.
لحد هنا الصلح كان قائم على ريهام ودكتور نادر ومجموعة أصدقاء مشتركين ما بين الطرفين، لحد بقى ما ظهر محمد رمضان في الموضوع. وده لما ظهر في مداخلة مع دكتور نادر أثناء اجتماع الصلح اللي ما بينهم، وقال ريهام أجدع وأحسن الشخصيات اللي موجودين، وإن ربنا يبعد عنهم الشيطان، وإن اللي حصل ده كان سوء تفاهم. ما يدخل بينكم شيطان أبدا، ويحفظكم البعض ويحفظنا كلنا البعض. أحلى صحبة محمد ده والله أجدع واحد. انتوا في الهرم؟ ايوه نعم بالهرم. يا الله شو حلو. انت وأنابيل. يا حبيبي ثانك يو. ريهام أجمل وأرجل وأجدع صديقة في العالم. يا حبيبي يا الله يا الله. انت ومراتك أجمل اتنين وأرجل. لازم يعني ربنا ما يدخل بينكم شيطان تاني. من هنا بقى الناس قالوا ان محمد رمضان بيرد الريهام الموقف اللي عملته لمحمد، وده لما ريهام ظهرت من يومين في مداخله تليفونيه مع محامي الطفل الثاني اللي فيه ما بينه وما بين اسره محمد رمضان مشكله. ووقتها ريهام كانت معترضه اعتراض تام على نشر اي صور لابن محمد رمضان، حتى وان كان فعلا غلطان، لكن ده لا يبيح ابدا نشر صوره طفل صغير، وان في كلا الاحوال ده خلاف اطفال مع بعض ما ينفعش يوصل للمحاكم. الحقيقة إن ريهام ومحمد أصدقاء من زمان، ومش ده الموقف اللي خلى محمد وريهام أصدقاء. نيجي بقى لياسمين صبري واللي اتسألت عن محمد رمضان، وهل ترضي تشاركي محمد رمضان في عمل فني تاني بعد الخلاف اللي حصل ما بينكم؟ فهنا بقى ياسمين تجاهلت الحديث والكلام عن محمد رمضان تماما، وردت بشكل دبلوماسي جدا، والحقيقة ان ردها كان بشكل ذكي. يوم انعرض سيناريو كتير حلو، عمل ناطرتي ان كان بالدراما او بالسينما. محمد رمضان بتشتغلي؟ انا موجوده هنا عشان الفيلم ده اهم من اي حاجه، وانا اتشرفت جدا ان انا معاكم، واتشرفت ان انا مع كريم عبد العزيز، واتمنى الفيلم يعجبكم. وقت الخلاف ده كل الناس والنقاد والإعلاميين هاجموا محمد رمضان، وقالوا إن رد فعله كان غير لائق على الموقف. عيب بقى، لم نفسك، انت مفتري. لا، نمبر 1 في البلطجه، نمبر 1 في الصياعه اللي بيعملها في الافلام والمسلسلات، وللاسف شعبنا في بعض الشباب متاثر بيه. فانا نصحته قبل كده لما جاي نادي الزمالك وقال لي عايز ابدا صفحه جديده، قلت له بطل افتراء. محمد رمضان تعدى كل الحدود، وصل مرحله الغرور انه عايز يجيب سلم ويقول لك عايز اطلع لربنا. ده واحد جايب بدله ذهب وناس مش لاقيه تاكل، وعيال في غزه بتموت من الجوع، بدله ذهب لابسها، 18 عربيه، اقل عربيه ب 20 مليون، وعمال يستعرض. ده انت لو كحت وشك 100 مره وعملت 100 عمليه في وشك انت كده، للاسف الشديد. ده اخلاقيات فنان ولا اخلاقيات انسان. وان محمد كان متضايق اصلا من ياسمين عشان قبلها كانت في مؤتمر صحفي واتكلمت عن فيلم الديزل واللي شاركت فيه مع محمد رمضان، وقالت ان الفيلم كان غير موفق وما نجحش. بعد كده انا عملت فيلم كمان انت ناسيه ونسيتهولي، اللي هو كان اسمه ايه؟ الديزل. كنت اتمنى يعمل نجاح اكبر من كده، لكن ما عملش نجاح زي ما احنا متوقعين. هو الفيلم حلو بس يمكن ظروفه ما توفقتش. ماشي